السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أهلا بيكم في وصفة جديدة من وصفات أكلة سهلة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض العاشورة. هنعملها بأسهل طريقة وربع كيلو غلة بس. عملت الكمية اللي انتوا شايفينها دي، كل الكمية دي من ربع كيلو بس، وهتديكي الطعم الأصلي بتاع العاشورة بدون أي إضافات وافتكاسات. ويلا بينا نشوف الطريقة على طول. انا معايا ربع كيلو غله، جبته نقيته كويس وغسلته ونقعته ليله كامله. بعد كده هاخدها بقى على النار، على نار هاديه جدا. هنحط الحله على النار واسيبها لغايه ما تغلي لمده ربع ساعه. بعد كده هغطيها واركنها 3-4 ساعات لغايه ما تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتزيد معايا كده وتفشر زي ما انتوا شايفين. وهاخد منها بقى جزء كده في الخلاط. هاخد جزء كده في الخلاط، هضربه كده ضربتين، مش هفرمه قوي يعني، يا دوبك كده بس ضربتين في الخلاط. وبعد كده هرجعه تاني زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده انا ضربته في الخلاط، رجعته تاني في الحلة زي ما انتوا شايفين. كل ده انا لسه ما ولعتش عليها. بعد كده بقى هضيف لتر حليب. انا شلت منه نص كوباية بس عشان ادوب فيها النشا بعدين. وضفت بقية اللتر زي ما انتوا شايفين كده. هولع بقى عليها والنار تبقى هادية جدا وتستوي بقى على اقل من مهلها. بعد كده هاخد بقى نص كوباية الحليب، هدوبها في 3 معالق نشا. هدوبهم الاول كويس على البارد وبعد كده هنضيفه. هنا بقى هضيف السكر. انا معايا كوباية سكر. طبعا هنا السكر حسب الرغبة. هو اخد مني كوباية سكر ودقته لقيته يعني لسه باسل، فحطيت حوالي ربع كوباية سكر كمان. وبعدين هضيف بقى النشا وهستمر كده في التقليب، عشان طبعا النشا بيكلكع بسرعة فلازم تقلبي بسرعة كده. ومعايا هنا كمان ذرة ملح عشان تعادل الطعم. واخر حاجة هحطها الفانيليا. خلاص بقى زي ما انتم شايفين كده بيبقى معايا كده. خلاص مش هسيبه بقى يغلي كتير، هطفي بقى عليه على طول. واول ما اطفي هحط معلقه قشطه، دي قشطه بلدي محوشاها في الفريزر من وش اللبن، دي قشطه وش اللبن. لو مش متوفر عندك القشطه دي ممكن تحطي معلقتين كريم شانتيه، تقلبيهم مع اللبن والنشا وتضيفيهم وانتي بتضيفي النشا. بيدي طعم حلو للعاشوره وبتبقى زي الجاهزه بالظبط. خلاص كده بقى هقلب كويس جدا وبعد كده هعبيها بقى في الكوبايات بتاعتي. دلوقتي هفرغ بقى الكمية دي كلها في الكاسات كده زي ما انتم شايفين، وهنشوف الكمية اللي هتطلع. بسم الله ما شاء الله، يعني ربع كيلو غلة عمل كل الكمية اللي انتم شايفينها دي من ربع كيلو غلة بس ولتر حليب. روحي بقى على الفريزر وطلعي شوية جوز الهند والزبيب اللي انت شايلاهم من رمضان وزين بيها كده زي ما انتم شايفين. عندك سوداني مجروش، عندك مكسرات، اي حاجة متوفرة عندك هتزيني بيها كده العاشورة. ودي كده ابسط عمل العاشورة بدون تكاليف. دي كده الطريقة الاصلية بتاعتها. عايزة بقى تضيفي اي اضافات تانية، ممكن تضيفي ايس كريم، تعملي بولات ايس كريم كده وتحطي في كل طبق بولة وتقدميه، بتبقى حلوة جدا برضو. لكن انا حبيت اعملها كده دي بالطريقة المعتادة بتاعتنا والطريقة البسيطة وبأقل تكاليف.
انا كنت عامله قبل كده في القناه الرز بلبن برضو بالمانجا وبالجيلي. هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف، يا ريت تشوفوه. عاملاه برضو بطريقه سهله جدا وبسيطه، وتقدري تعمليها في اي وقت. احنا دلوقتي في موسم المانجا، ممكن تعمليها تبقى حلوه قوي في الصيف، بترطب على القلب. ودي الكميه كلها بقى اللي طلعت لنا من الربع كيلو غله، زي ما انتوا شايفين كده. حلوة قوي، بتسيبيها بقى لغاية ما تبرد تماما، وبعد كده تحطيها في التلاجة، وبتتاكل طبعا ساقعة. اهم حاجة تسيبيها تبرد خالص في بره التلاجة قبل ما تحطيها، عشان الجو حر قوي وممكن تأثر على التلاجة يعني. فهسيبيها تبرد الاول تماما، وبعد كده تحطيها في التلاجة تسقع، وبعد كده هتقدميها بقى لضيوفك او لولادك. هيحبوها جدا، وهتعجبهم وهيطلبوها منك على طول. وكده خلاص وصفتنا خلصت، وبالهنا والشفا، يا رب تعجبكم وتنول رضاكم. انتظروني في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنت معاكم أم مروان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.